في وقت من الأوقات في عصر من العصور في أرندل، الوقت ده من السنة كان الكريسماس. أولاف كان فرحان وعايز يفاجئ أي حد يقابله، فالكل كان بيقوله إنه يستنى لحد ما الأجراس تدق في المدينة ويبدأ الاحتفال. وأول لما أنا وإلسا دقوا الأجراس وسمعت في البلد كلها جهزوا نفسهم علشان يبدأوا الاحتفال مع شعبهم، بس اتفاجئوا إن كل واحد منهم راح على بيته علشان يحتفل بطريقته. ده حتى كريستوف راح على بيته علشان يحتفل على طريقة خبر الحب ويعمل الشوربة بتاعت الكريسماس بتاعتهم وهيرجع لهم تاني لما يخلص. انا وإلسا وقفوا مذهولين لان ما كانش عندهم طريقه للاحتفال خاصه بيهم، فإلسا زعلت جدا لان هما الاتنين وهم صغيرين كانوا بعاد عن بعض وما كانوش بيحتفلوا بالكريسماس بسبب قوه إلسا السحريه، فاتضايقت ودخلت على اوضتها. اما أولاف صعب عليه حال انا وإلسا وقال يعني شعب أرندل كله هيحتفل الا هما الاتنين علشان بس ما عندهمش طريقه للاحتفال. فجري هو وسبين على البلد علشان يدور على افكار للاحتفال بالكريسماس ويديها لانا وإلسا ويقدروا يحتفلوا ساعتها بيه. خبط على كل باب في البلد وعرف الطرق اللي بيحتفلوا بيها واخد من كل واحد منهم تذكار لحد ما ملى العربيه بتاعه كريستوف وسبين بالتذكارات. في الوقت نفسه إلسا راحت تعتذر لآنا على انها بوظت اليوم كله اللي كانوا المفروض يحتفلوا بيه بالكريسماس، بس لقت انا فوق سطح اوضتها بتدور هي كمان على طريقه يحتفلوا بيها. في الوقت ده أولاف وسبين وهم مروحين بالعربيه اللي مليانه طرق وافكار للاحتفال بالكريسماس كان في معاهم اوضه سباق. الاوضه دي كان واخدها من واحد في البلد، فباب الاوضه اتفتح ووقعت منها حته فحم صغيره وحرقت العربيه بكل التذكارات اللي عليها. وأولاف علشان يهرب من النار طار على الناحيه التانيه من الغابه واتفرق هو وسبين وجه علشان ياخد طريق مختصر ويروح لأنا وإلسا لقى ديابه في وشه. سبين جري على طول على كريستوف علشان يقول له اللي حصل لأولاف وينقذوه. كريستوف ما فهمش اللي سبين كان بيقوله، لكن أنا وإلسا فهموه وجمعوا البلد كلها وراحوا يدوروا عليه وفعلا قدروا يلاقوه بعد ما عرف يهرب من الديابه اللي كانت بتجري وراه. بس أولاف كان حزين جدا علشان ما قدرش يلاقي طريقه لأنا وإلسا يعرفوا يحتفلوا بيها بالكريسماس، وساعتها الاتنين هونوا عليه وقالوا له ان هو طريقتهم للاحتفال. فأولاف استغرب، فابتدوا هما الاتنين يحكوا له ان بعد ما صنعوه هم صغيرين من التلج واتفرقوا عن بعض ان انا كل سنه كانت بتبعت لإلسا هديه وتديها لها من تحت عقب الباب، والهديه دي كانت عباره عن أولاف. فأولاف هو كان مفاجاه الكريسماس السنه دي، وساعتها البلد كلها اتجمعت واحتفلوا بأولاف والكريسماس مع بعض.